بيبدأ الفيلم بطفل اسمه أليكس وهو مع أهله في المطار، وبيكون أليكس وأسرته مهاجرين من بلادهم أوكرانيا للندن، وده لأن أسرة أليكس بتمر بظروف مالية صعبة ومش قادرين يتحملوا ظروف المعيشة في أوكرانيا، فبيقدموا في برنامج الرعاية الاجتماعية علشان يهاجروا ويسيبوا البلد. وبعد فترة أم أليكس بتشتغل محاسبة في بنك، والوقت اللي بتكون فيه أم أليكس في شغلها أليكس بيفضل في البيت وبيقضي أغلب وقته على الكمبيوتر بتاعه. وبنعرف إن أبو أليكس إنسان مش مسؤول وبيفضل يشرب مع أصحابه وبيكون مش مهتم بأسرته، وأليكس ما بيكونش ليه أصحاب غير الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، واللي بتخليه دايما على دراية كاملة بأي حاجة تحصل في العالم. ده غير إنه بيقدر يوصل لأي معلومة هو عاوزها بسهولة. وبتمر السنين وبيتعلم أليكس البرمجة وبيتعلم طريقة عمل الأكواد بكل أنواعها، وعلشان كده أليكس بيقرر إنه لازم يدخل الجامعة لأنه حابب يتعلم أكتر عن البرمجة ونفسه يكون زي بيل جيتس. ولكنه بيكتشف إنه محتاج يجمع فلوس كتير علشان مصاريف الكلية اللي عايز يدخلها كتير جدا، ولأنه متأكد إن أهله مش هيقدروا يساعدوه، فبيقرر إنه يعتمد على نفسه. فبيفضل يدور على أي مصدر دخل على الإنترنت لحد ما بيلاقي مواقع بيقدر يكسب منها مبالغ بسيطة، فبيحوش أليكس الفلوس اللي بيكسبها جوه جهاز الكمبيوتر. وبعد مرور الوقت بيقدر يعرف أليكس أكتر معلومات عن النظام المصرفي والأزمة المالية، وبيقدر يعرف ايه هي نقاط ضعف أجهزة الحماية وكمان قوتها، وبيقدر يحسن مستوى حياته. لكن أبوه وأمه دايما بيتخانقوا مع بعض بسبب مشاكلهم المادية، فبيضطر أليكس إن هو يسيب البيت ويروح يقعد في كافيه، وهناك بيسمع في الأخبار عن منظمة إجرامية بتعمل هجمات إلكترونية على عدد من البنوك. وبيعرف أليكس إن الموقع بتاع المنظمة دي على الدارك ويب، وإن زعيم المنظمة الإجرامية يبقى هاكر محترف جدا اسمه زاد، وبيكون زاد متورط في جرائم كتيرة حوالين العالم وبرضه محدش عارف يوصله. وفي يوم بيرجع أليكس بيته وبيلاقي أمه بتعيط بسبب إنها اترفضت من شغلها في البنك، وبيكون البنك هو نفسه اللي بيملك البيت اللي هم عايشين فيه، فبيبعت البنك لأمه إنذار بالطرد من البيت لأنها أصبحت عاطلة عن العمل، فبالتالي مش هتقدر تسدد الأقساط الشهرية للبنك. فبيروح أليكس على أوضته وبيجيب كل الفلوس اللي معاه وبيديها لأمه، فبتفتكر أم أليكس إن أليكس سرق الفلوس دي، فبيطمنها أليكس وبيقولها إن هو كسبها من شغله على الإنترنت وإنه كان بيحوشها عشان يدفع مصاريف الكلية. فبترفض أمه تاخد الفلوس، وده لأن هي مش عايزة تضيع مستقبل ابنها. لكن أليكس بيعرفها إنه هيقدر يكسب فلوس تاني وهيقدر يصرف على نفسه. وبيرجع أليكس على أوضته وبيدور على الإنترنت على طريقة يكسب بيها فلوس أسرع، لحد ما بيفتكر الخبر اللي هو سمعه في الأخبار عن حاجة اسمها الدارك ويب. وبيقدر أليكس إن هو يوصل للدارك ويب، لكن صلاحياته بتكون محدودة جدا، وده لأنه لسه جديد. فبيسأل أليكس الأدمن هو ازاي يبقى ليه إمكانيات وصلاحيات أكتر، فالأدمن بيقوله إن هو لازم يتبعت له دعوة ترقية لمستوى اسمه جندي، ولازم اللي يعمل كده واحد قديم على الدارك ويب، وبيقوله إن دي حاجة مش متاحة ليه حاليا، لكنه ممكن يعمل أي حاجة غير قانونية تثبت لهم إن هو مميز وعايز فعلا يدخل الدارك ويب. فبيفتكر أليكس واحد زميله في المدرسة كان بيتنمر على الطلبة، فبيصمم أليكس موقع مزيف عن المكملات الغذائية، وبيتخدع زميله المتنمر ده وبيدخل معلومات البطاقة البنكية فيه. فبينسخ أليكس معلومات البطاقة بتاعته علشان يبعتها للأدمن، فبيلاقي إن واحد اسمه روزفلت بيتواصل معاه وبيطلب منه إن هو لازم يقرأ القوانين الأول، ويكون عارف إنه لو اتقبض عليه محدش هيساعده وإن هو اللي هيشيل جريمته لوحده. فبيوافق أليكس على القوانين وبيترقى لدرجة جندي في الدارك ويب، وبيشتغل مع روزفلد في ان هو بيبيعله حاجات معينة حجمها صغير ولكن فلوسها كتير زي اجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات والتليفونات، وبيستمر الشغل بينهم فترة طويلة. وبيبعت روزفلد اي حاجة هو عايز يبيعها واليكس بيعرضها على العملاء، وبيقدر يبيع وبيقدر يكسب اليكس. وبيقدر اليكس ان هو يسرق البطاقات البنكية ويبيعها علشان يكسب فلوس اكتر، فبالتالي بيقدر يجمع 30,000 دولار في شهر واحد بعد ما كان بيجمعهم الأول في 4 سنين. بعدها بيقرر أليكس إن هو يسافر لمدينة تانية عشان يدخل الكلية، وبعد ما بيتقبل فيها بيكون فاضل شهر على دخوله لأن هو اتأخر شوية في الإجراءات، وده معناه إن هو لازم يشتغل عشان يقدر يصرف على نفسه. وبيقدر أليكس إن هو يعمل هوية مزيفة وبيشتري بيها مجموعة من الساعات الغالية جدا، وده طبعا عن طريق البطاقات البنكية اللي هو بيسرقها. لكن أليكس بيواجه مشكلة كبيرة في بيع الساعات المسروقة، وده بسبب إن أغلبية المحلات بتكون متأكدة إن هو سارقها، وبيكون في شخص اسمه سي بيراقب أليكس وبيمشي وراه. فبيتكلم سي مع أليكس وبيعرفه بنفسه، فبيعرض عليه إن هو يساعده في بيع الساعات اللي معاه، ده في مقابل إنه ياخد 30% من المبلغ. فبيوافق أليكس لأنه مقدمهوش حل تاني، وفي النهاية هي مسروقة، فبياخد سي منه الساعات وبيقدر يبيعها بكل سهولة.
بعدها سي بيدي أليكس الفلوس اللي هما اتفقوا عليها، ومن وقتها بيكونوا أصحابه بيشتغلوا سوا، وبيكون أليكس هو اللي بيشتري منتجات من على الإنترنت وسي هو اللي بيبيعها. وبيظهر إن سي ليه علاقات مع كل التجار في المدينة، وده طبعا بيفيد أليكس جدا. وفي خلال شهور قليلة بيكسب أليكس فلوس كتير. وبالصدفة أليكس بيشوف في الأخبار إن الهاكر زد لسه مستمر في هجومه على البنوك، وده لأنه هو شايف إن البنوك بتستعبد المواطنين وبتدمر حياتهم. ساعتها أليكس بيقرر إن الحياة الجماعية مش مناسبة ليه، وإنه لازم يتواصل مع زد بأي طريقة، لأنه فعلا عايز يساعده في اللي هو بيعمله وينتقم من البنوك. وبيظهر إن أليكس لسه مش ناسي اللي عمله ببنك في أمه. وبيلاحظ أليكس إن في قائمة في الدارك ويب بأسماء ناس كتير بيشتغلوا في البنوك الكبيرة، وإن الدارك ويب قرر معاقبتهم لأن هما بيستغلوا مناصبهم وبيكسبوا فلوس بطريقة غير شرعية. فبيطلب أليكس مساعدة من سي إن هم يوصلوا لمعلومات وحسابات الموظفين دول. بيوافق سي وبيستغل شبكة علاقاته الواسعة، وبيقدر من خلال معارفه إن هو يحصل على صور للبطاقة البنكية الخاصة بالموظفين، وده بيتم أثناء تواجد الموظفين في أماكن كتير زي المطاعم والكافيهات. وده غير إن سي بياخد من واحدة صاحبته اسمها لين بطاقة بنكية تخص رجل أعمال كولومبي، وبيكون نسيها عندهم وهو سكران. وبتقول لي لسي إن الراجل ده عمل مشاكل كتير مع بنات زمايلها، وبتتمنى إن هم يقدروا ينتقموا منه ويعاقبوه. فبياخد أليكس البطاقة البنكية دي، وبيتفاجئ من شكلها إن البطاقة دي ملهاش أي حدود في السحب، فبالتالي هيكون فيها كمية فلوس كبيرة، وده معناه إن هما ممكن يقعوا في مشاكل لو سرقوا منها أي فلوس. لكن سي بيقنعه إن هما هيجربوها مرة واحدة، ولو نجحوا وقدروا يسرقوا منها فلوس مش هيستخدموها تاني. وتاني يوم بيروحوا قدام البنك، وبيقرر أليكس إن هو يجرب البطاقة الأول وبيشتري بيها أي حاجة أونلاين، وده علشان يعرف صاحب البطاقة بلغ بسرقتها ولا لأ. وبيكتشف أليكس إن البطاقة شغالة ومش محظورة، فبيدخل أليكس البنك وبيقدر إنه ينتحل شخصية صاحب البطاقة، وبيسحب مبلغ كبير جدا من البطاقة. وبيخرج أليكس من البنك ومعاه الفلوس، وبيروح لسي اللي بيكون مستنيه في العربية، وبيكونوا فرحانين ومبسوطين جدا بالفلوس اللي سرقوها. وفي اليوم اللي بعده بيلاقي أليكس إن الدارك ويب بينشر أخبار إن البنوك نظامها الأمني بقى ضعيف ومن السهل جدا اختراقه، وبيكون من ضمنهم البنك اللي رفض أمه وكان عايز يحجز على البيت بتاعهم. فبيقرر أليكس إن هو ينتقم من البنك ده، يخليه يشهر إفلاسه ويقفل نهائي. وبعد ما بيحط خطته هو وسي بيروحوا على البنك، وكالعادة سي بيستنى بره، وبيدخل أليكس البنك على إنه هو عميل جديد وبيكون عايز يفتح حساب عندهم. وبيقدر ان هو يخدع موظفة ويحط فلاش على الكمبيوتر اللي قدامها، وبعدها نظام تشغيل الكمبيوتر بيعطل، والموظفة ما بتكونش عارفة ايه السبب. فبيستأذن أليكس من الموظفة، بيقولها ان هو مش فاضي وهيبقى يجيلهم وقت تاني. لكن قبل ما يخرج من البنك بيقبض عليه امن البنك، وده لانهم بيكونوا اكتشفوا اللي عمله من خلال الكاميرات. فبيحاول سي ان هو يفضل مع أليكس، لكن مدير امن البنك بيطلب منه يخرج. وبعدها مدير البنك بيسأل أليكس هو جاب ملف التشفير اللي موجود على الفلاشة منين، فبيقول له أليكس ان هو اللي قدر يصنعه. فبيقدر مدير البنك يخمن ان أليكس بيشتغل في الدارك ويب، وبيقولوا ان هما هيوجهوا له اتهام بالقرصنة الالكترونية ومحاولة سرقة فلوس البنك، وده معناه انه هيتحاكم عليه ب10 سنين سجن على الاقل. فبتيجي لأليكس فكرة ذكية هنا، بيقول لمدير البنك ان هو عمل كده علشان يثبت ان النظام الامني للبنك محتاج يتطور، وانه يقدر يطوره ويخليه اقوى، وانه يعمل لهم كمان جدار ناري ضد الاختراقات الالكترونية. والغريبة هنا ان مدير امن البنك بيقتنع بكلامه وبيسمح له انه يمشي مقابل ان هو ينفذ فكرته. وفي نفس اليوم بالليل بيتفاجئ أليكس ان اللي عمله في البنك انتشر على الدارك ويب، لدرجة ان كل الهاكرز كانوا عايزين يكلموه علشان يتعرفوا عليه. ده غير ان زد زعيم الدارك ويب نفسه بيبعتله رسالة بيبدي فيها اعجابه باللي هو عمله. تاني يوم سي بيلاقي رسالة من الدارك ويب على كمبيوتر أليكس من بنت اسمها كيرا، وبتكون كيرا عايز تتعرف على أليكس وتعمل معاه شغل. فبيرد عليها سي وبيرتب ميعاد لأليكس معاه علشان يقابلها ويتعرف عليها. فبيضطر أليكس ان هو يقابل كيرا ويتكلموا مع بعض على عمليات الهاكرز. فبيقول أليكس لكيرا ان هو عايز يقابل زد، فبتقوله ان هو لازم يعمل عملية كبيرة يلفت بيها الانتباه اكتر. فبيطلب منها ان هي تشتغل معاه هي وسي في سرقة البطاقات البنكية. فبتوافق كيرا وبيشتروا طبعة مخصصة لطباعة البطاقات البنكية علشان تسهل عليهم شغلهم. وكيرا بتعلم أليكس وسي ازاي يستخدموا متصفح خفي علشان محدش يقدر يوصل لهم. وبتمر الأيام وأليكس وكيرا وسي بينفذوا عمليات كتير ومهاراتهم كلهم بتتطور، وبتقدر كيرا ان هي تبيع اي حاجة هما بيشتروها من على الانترنت. ولكن سي بيبدأ يشك فيها لان هي عندها عدد مشتريين كتير جدا وبيشتروا منها المنتجات على طول من غير ما حتى يفصلوا في السعر. وبيقول سي لأليكس طالما هي عندها كل الامكانيات دي ليه بتشتغل معاهم وليه ما بتشتغلش لوحدها.
لكن أليكس ما بيهتمش لكلامه وبيقوله انت بتقول كده علشان غيران من كيرا لأن هي بتبيع بأسعار أحسن منه وكمان عندها علاقات أكتر منه. وتمر الأيام وبتعرض كيرا على أليكس إن هما يسافروا سوا هونج كونج لأن هناك هيكون في شغل أكتر وهيقدروا يكسبوا فلوس أكتر. فبيطلب منها أليكس إنها تديله مهلة هيفكر في الموضوع. وتاني يوم أليكس بيقابل روزفلت اللي هو ساعده إن هو يترقى في الدارك ويب وبيديله أليكس $5000 كشكر ليه وبيسأله إن هو لو كان يعرف حاجة عن كيرا وخصوصا إنها أخدة درجة ملازم أول. فبيقوله روزفلت إن هو مسمعش عنها قبل كده فبيشك فيها أليكس. فبيسأله أليكس عن الطريقة اللي يقدر يقابل بيها زد لكن روزفلت ما بيردش عليه وبيسيبه ويمشي. وبعدها أليكس وسي وكيرا بيكونوا رايحين يتمموا صفقة كبيرة وبيظهر إن سي مش عاجبه اللي بيحصل وبيكون معترض إن هما هيبيعوا كل الكميات دي مرة واحدة. ده غير إنه مش واثق مع الناس اللي اتفقت مع كيرا وبيكون شاكك إن هما ممكن يكونوا من الشرطة. فبيروح وبيفضل يزعق مع المشترين ويتخانق مع كيرا قدامهم لحد ما الصفقة ما بتبوظ. وبيظهر المشترين بيكونوا من المافيا وبيرفعوا عليهم الأسلحة وبيكونوا على وشك إنهم يقتلوهم لكن أليكس بيهديهم كلهم وبيقولهم إنهم هيمشوا من المكان ده بكل هدوء. فبينبه عليهم رجالة المافيا إنهم لو اتعاملوا معاهم تاني أو شافوهم تاني هتكون نهايتهم. فبيرجع أليكس وسي وكيرا على البيت وبيكونوا محبطين جدا بسبب اللي حصل وبيقرروا إنهم لازم يمشوا من لندن فورا علشان ما تعرضوش للقتل على ايد عصابات المافيا. تاني يوم بيسافروا كلهم لهونج كونج وبيشتروا شقة علشان يشتغلوا فيها وبيشتروا عربية وكملوا شغلهم في سرقة البطاقات البنكية لحد ما في يوم بينسى أليكس ان هو جرب البطاقة قبل ما يستخدمها. فبيكتشف المحل اللي هما بيشتروا منه ان البطاقة مزيفة فبيطردهم رجالة المحل عشان يقبضوا عليهم ويسلموهم للشرطة لكنهم بيقدروا يهربوا منهم ويرجعوا الشقة وبيكونوا متضايقين جدا من اللي حصل. فبيقترح عليهم سي ان هم يروحوا يسهروا في مالها ليلي علشان يخرجوا من حالة الاحباط اللي هم فيها. وهناك بيتخانق سي مع واحد من المكان وبيروح هو أليكس السجن لكنهم بيكتشفوا ان هم بيخرجوا بسرعة وبيكتشفوا ان كيرا هي اللي اتصلت بعمها وهو اللي خرجهم من السجن. وبيجي تاني يوم وبيغلط سي وبيستخدم البطاقة البنكية الخاصة برجل الأعمال الكولومبي واللي كان واخدها سي من صاحبته لين أول ما بدأوا شغل هو وأليكس. فبيتخانق أليكس مع سي لأنه كان محذره إن هو ميستخدمش البطاقة دي تاني لأن صاحبها ممكن يلاقيه بسهولة وبكده هو بيعرضهم كلهم للخطر. وبيطلب أليكس من سي إن هو يرجع تاني لندن لأنه أصبح عبء عليهم وهيسبب لهم مشاكل كتير. فبيلم سي حاجته وبيودع صاحبه وبيمشي من الشقة وهو حزين جدا بسبب اللي حصل. وبعدها أليكس وكيرا بيشغلوا ناس معاهم علشان يساعدوهم في سرقة ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء هونج كونج وفي كل مرة بيسرقوا فيها بيسيبوا كارت دارك ويب وده علشان ينسبوا العملية لزد. فبالتالي يوافق ان هو يقابل أليكس. وتاني يوم بيتذاع في الاخبار كلها ان تم سرقة 2,300,000 دولار وان المسؤول عن السرقة هو زد زعيم الدارك ويب. وبيعرف زد ان أليكس هو اللي نفذ السرقات دي وبيبعتله رسالة على الدارك ويب وبيهنيه على اللي هو عمله. فبيطلب منه أليكس انه يقابله شخصيا علشان يقوله على عملية كبيرة جدا. فبيقوله زد ان في حد هيتواصل معاه وبعدها فعلا بيتصل شخص مجهول بأليكس وبيبلغه بمكان المقابلة. وهناك بيتفاجئ أليكس ان زد بيكون شخص مختلف عن اللي تخيله في دماغه وبيكون زد قاعد على كرسي بجهاز تنفس ووشه مصاب بحروق كتير. فبيطلب أليكس من زد ان هو يشتغل معاه فبيوافق زد ولكنه بيقول لأليكس ان هو بمجرد ما يشتغل معاه هيكون ملك ليه هو وبس ولو نجح في اللي هو يطلبه منه هياخد اي حاجة هو عاوزها اما لو غلط فهو هيموت هو وعيلته كلها. فبيوافق أليكس على كل شروط زد. فبعد ما يخرج من عنده بيجيله تليفون من سي وبيعتذر له على اللي هو عمله وبيقوله ان هو ما سافرش لندن وانه مستنيهم في الشقة بتاعتهم. وبمجرد ما سي بينهي المكالمة دي بيلاقي ان في حد بيدخل عليه الشقة وبيرجع بعدها أليكس وكيرا على الشقة وبيلاقوا سي مقتول في الحمام. فبيستنتجوا اللي عمل فيه كده هو راجل الأعمال الكولومبي صاحب الفيزا المسروقة ولولا ان سي اللي كان في الشقة لوحده كان زمانهم كلهم ماتوا. وبيكون أليكس عايز يبلغ الشرطة لكن كيرا بتمنعه وبتعرفوا ان مفيش حل قدامهم غير انهم يهربوا من المكان ده فورا. وتاني يوم بيتنقلوا للمكان اللي هيشتغلوا فيه مع زد وبيكون زيد ورجالته عاملين خطة وهي انهم يزيفوا قصة اختيار رئيس البنك الفيدرالي الامريكي وفي نفس الوقت بينشر أليكس ورجالة زد اخبار مزيفة وهي ان رئيس البنك ممكن يكون مات فعلا. فبتبدأ أسهم الشركات والبنوك في البورصة تنهار وبيكون زيد مجهز نفسه علشان يهجم على كل الأسواق المالية ويسرق منها ملايين الدولارات. لكن الشرطة بتكتشف ان رئيس البنك عايش وموجود في مكان تاني وان اللي مات ده كان شخص منتحل شخصيته وان ده كله حصل عشان يحصل مشاكل في البورصة. فبيهرب أليكس وكيرا من مكانهم بسرعة لكن بيهجم عليهم مجموعة من المقنعين وبيضربوهم وبيفقدوهم الوعي. فبيفوق أليكس وبيلاقي نفسه في مكان مهجور ومش عارف يوصل لكيرا ولا زد
فبيسافر بسرعة على تايلاند بهوية مزيفة علشان ان هو كان متفق مع كيرا لو حصلت اي حاجة ليهم هيتقابلوا هناك. وبيفضل أليكس مستني كيرا في المكان اللي اتفقوا عليه، لكن كيرا ما بتظهرش. فبيروح أليكس على أقرب مكان يقدر يستخدم منه الإنترنت، ولأنه بيكون مش معاه فلوس كفاية فبيستخدم بطاقته البنكية. وبيعرف أليكس من الأخبار إن تم القبض على زيد، وكيرا ماتت أثناء محاولة هروبها من الشرطة، وإنه تم القبض على رجل الأعمال الكولومبي كممول لخطة زيد. وبيكون أليكس هو اللي حط معلومات رجل الأعمال الكولومبي أثناء ما كان بينفذ خطة زيد، وده علشان ينتقم منه لأن هو اللي قتل سي صاحبه. وفي اللحظة دي بتكتشف البنت المسؤولة عن المحل إن البطاقة بتاعة أليكس مزيفة، فبتتصل بالشرطة وبتبلغ عنه. وبعدها بيدخل أليكس على صفحة كيرا يمكن تكون سايباله أي معلومة تساعده، لكنه بيتفاجئ إن النت بيفصل وبتيجي الشرطة وبتقبض عليه. وبيفضل أليكس مدة طويلة في السجن، وبعد سنتين بيتم الإفراج عنه بعفو ملكي. وبمجرد ما بيخرج أليكس من السجن بيلاقي كيرا مستنياه، وبتحكيله كيرا عن اللي حصل. وبنرجع للزمن لورا وبنعرف ان كيرا كل ده كانت مسجونة في واحدة من الجرائم الإلكترونية اللي هي عملتها. وبتقول ان مدير امن البنك اللي أليكس اخترقه كان هو في الحقيقة ضابط مخابرات، وان هو بعد ما اطلق سراح أليكس من البنك قابل كيرا وعمل معاها صفقة، وقال لها ان أليكس ممكن يوصلهم لزيد زعيم منظمة الدارك ويب. وبعدها المخابرات زرعت كيرا جنب أليكس وخلوها تقرب منه عن طريق إغراءه بالفلوس، وإن الشخص اللي هي كانت بتقول إن هو عمها يبقى هو نفس ضابط المخابرات اللي عينها. وقتها المخابرات كان عندها معلومات إن زيد موجود في هونج كونج، وكان لازم كيرا وأليكس يسافروا هناك، وعلشان كده كيرا اقترحت على أليكس فكرة السفر. ودبرت المخابرات قصة المافيا وإنهم ممكن يكونوا في خطر، فبالتالي هم يقرروا السفر لهونج كونج. ووقتها المخابرات كانت مراقبة كل خطواتهم لحد ما الخطة تمت وقدروا يحددوا مكان زد ويقبضوا عليه. وبتحكي كيرا لأليكس إن هي ما كانتش تعرف إن هما يقولوا عنها إن هي ماتت، وبعدها المخابرات حبستها في مكان سري علشان كده ما قدرش يتقابل أليكس في المكان اللي المفروض كانوا يتقابلوا فيه في تايلاند. ولكن هي لما خرجت قدرت تعرف هو فين وساعدته بعلاقاتها علشان يخرج من السجن. وبمجرد ما بتخلص كيرا كلامها بتقول لأليكس إنه هو دلوقتي يقدر يستخدم جواز سفره الحقيقي علشان يرجع معاها لأهله ويبدأوا سوا حياة جديدة من غير أي مخالفة للقانون. وهنا بيخلص الفيلم، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي.